تعال احكي لك ازاي الكورس بتاعنا بيخليك بعد توفيق ربنا تجيب سكور كويس جدا. الحقيقة ان مفيش وصفة سحرية زي ما بيقولوا. لا، احنا بمنتهى البساطة الحمد لله بنعمل اللي المفروض اي كورس انجلش بتاع EST او امريكان دبلومة في العموم يعمله لك. بص يا باشا، عشان تجيب سكور كويس في حاجة كل التيتشرز بيعملوها، وهي انك انت يديك الليسنز ويديك واجب على الليسنز. ده اللي بديهي وده اللي اي حد بيعمله. لكن اي حد حل امتحانات يعرف ان ده مش كفايه ابدا. ليه؟ لان جزء كبير من الامتحان ما بيعتمدش على lessons grammar زي subject و verb و object و full stop و semicolon و punctuation والحاجات دي. في جزء كبير بيعتمد ان مستوى اللغه بتاعك انت مش مساعدك، خصوصا الناس اللي لسه محوله، فاصلا مستوى اللغه بتاعها اقل من المطلوب في الامريكان. فدول احنا بنعمل ايه جنب يا شباب؟ لازم اي كورس تخشه، وده احنا حاجه بنفتخر بيها جدا، ان جنب الكورس العادي يكون في فولو اب فظيع يساعدك انك تحسن الريدنج سكيلز بتاعتك كويس. عشان كده اي حد لما يخش عندنا الكورس بيلاقي نفسه اتضاف على 3 جروبات واتساب. الجروب الاولاني ده الجروب بتاع الكورس اللي عليه الماتيريال واللي بننزل عليه اللينكس وبننزل عليه اي اناونسمنت، اي تغيير في الحصص كده يعني. ده جروب فيه الناس كلها، وطبعا ده مش هيبقى فيه فولو اب حلو ليك. عشان كده عاملين لك 2 جروبس بتوع واتساب كمان. الجروب الاولاني منهم هتلاقي انه ده في انا وانت والاسيستنت، واخترنا لكم الاسيستنتس كلهم ناس الحمد لله، يعني مش عايز اقول لك ناس تقيله في الانجليش، لا احنا مختارين ناس حرفيا في الامتحان الواحد بيغلطوا مثلا غلطتين 3 بالكتير. مختارين لك ناس تقيله جدا، منهم طبعا اللي خلاص الحمد لله دخل كليات اللي هو عايزها بسكورز انجليش مرعبه حرفيا. يعني احنا معانا ناس الحمد لله جايبه 740 في الانجليش مثلا، فيعني اي حد طبعا امتحن قبل كده يعرف ال 740 750 ده سكور مرعب ازاي في الانجليش يعني. ف ليه مختارين ناس فيري كواليفايد كده؟ ليه ما اخترناش اي ناس عارفين ان هم يبقوا كويسين في الديرات وخلاص؟ عشان انا عايزك وانت في الجروب ده اللي فيه انا وانت والاسيستنت تحس انك تقدر تسال الاسيستنت اي سؤال اكاديمي. يبقى عندك اتنين اللي هم انا والاسيستنت ناس قويه جدا في الانجليش. اسالني اي سؤال في الجروب براحتك وهتلاقي يعني بص انت على عينينا، هتلاقينا بنقول لك الاجابه على طول. فده الجروب التاني اللي هتضاف عليه. اخر جروب بقى وده المفاجأة بجد، ده الحاجة القوية جدا اللي احنا بنتميز بيها بشكل مش طبيعي عن الناس التانية بفضل ربنا ورحمته، وهي الريدنج سكيلز. انت دلوقتي لما بتخش الكورس بيتعمل لك زي امتحان تقييم مستوى، بنقيم منه انت مهارات القرايه بتاعتك عامله ازاي، مهارات اللغه بتاعتك عامله ازاي، وبناء عليها بنحطك في واحد من 3 مستويات على جروب واتساب بينزل لك عليه قطع كل اسبوع. القطعه دي مبنيه على المستوى بتاعك، فليتس سي انت لو الليفل بتاعك مثلا جريد 7 فجايبين لك باسج جريد 7 وجريد 8 مثلا عشان نعلي المستوى بتاعك شويه. فتلاقي ان احنا بننشن معاك على كل حاجه، الناحيه بتاعت الليسنز الحمد لله، الناحيه الهوم ورك الحمد لله، ناحيه الفولو اب والمتابعه معاك باستمرار الحمد لله، وطبعا نيدلس تو سي تنميه اللغه بتاعتك الحمد لله. فده السيستم بتاعنا، واتمنى ان الحمد لله زي ما ناس كتير انبسطت منكم بيه ناس اكتر تنبسط بيه بعدين. ده كده سريعا، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.